كل الناس كانت مقتنعة انه خاين ومحدش سأله حتى عن الحقيقة. الناس اللي كانت بتهاجمه في الشوارع بعد سنتين بس بقوا بيعيطوا وهم بيهتفوا باسمه. باولو روسي واحد من أمهر اللاعبين الإيطاليين في فترة السبعينات، والكل شايف فيه مستقبل الكرة الإيطالية. لكن سنة 1980 حصلت الكارثة، فضيحة قضية التلاعب في المباريات. روسي متورط فيها، قال وقتها إنه بريء وإن اسمه اتذكر بالغلط وتوقف عن اللعب لمدة سنتين. وتيجي سنة 1982 ومدرب منتخب إيطاليا وقتها إنزو بيرزوت استدعى باولو روسي في كأس العالم رغم إنه لسه راجع من إيقاف ومش جاهز بدنيا. الناس كلها هاجمت القرار ده، لكن المدرب كان مؤمن جدا بيه. في البداية روسي كان ضايع، قعد 3 ماتشات ما جابش فيهم ولا جول، وطبعا الصحافة كانت مستنية نهايته. إيطاليا هتلعب ربع النهائي ضد أقوى فريق في البطولة البرازيل. روسي كان عنده قصة تانية بيكتبها، جاب 3 أجوان كسبوا البرازيل وقتها 3-2. بعدها انفجر، جاب جونين قدام بولندا في نص النهائي وجاب جون ضد ألمانيا في النهائي. كل الناس اللي كانت بتهاجمه بقت تهتف باسمه. وبعد كأس العالم ما خلص خد جايزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم. فخليك عارف إن بتيجي لحظة هتبهر العالم كله من نفس النقطة اللي كسرتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي فولو وتتابعني. كان معاكم اتش، سلام.